فارس طلع مش ابننا. يعني ايه الولد مش ابننا؟ والله العظيم زي ما بقول لك، عملت تحليل الدي ان ايه والولد طلع مش ابننا. تبقى انك اتجننتي في دماغك. استغربنا في مسلسل العتاولة من فكرة تبديل الأطفال في المستشفى، بس في المسلسل حصل التبديل من وراء الأهل. لكن هل حد يتخيل إن ممكن هي اللي تبدل ابنها أو بنتها في المستشفى بطفل تاني؟ ده اللي هنتعرف عليه النهاردة مع قصة حقيقية من أغرب القصص، وهي قصة كيم ماي وإيه اللي حصل معاها في حياتها. وهل فعلا أمها وأبوها كانوا عارفين بموضوع التبديل ده، ولا الأم بس وما كانتش معرفة حتى الأب، ولا الدكتور هو اللي اتصرف من نفسه؟ هنتعرف النهاردة على قصة كيم ماي وأرلينا تويج. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا ماضي ودي قناتكم براند. في بداية الفيديو بنرحب بالبطلة الجديدة معانا هناء محمد. السلام عليكم. في سنة 1978 ستين حوامل راحوا يولدوا في مستشفى هاردي التذكاري في ولاية فلوريدا، ودي المستشفى الوحيدة الموجودة في المنطقة. باربرا ماي خلفت بنت مريضة بتعاني من حالة قلبية حادة يوم 29 نوفمبر وسمتها كيمبرلي، ودخلت بعدها ب3 أيام ريجينا تويج المستشفى وولدت بنت سليمة بكامل صحتها وسمتها أرلينا، وده كان يوم 3 ديسمبر يعني بعد 5 أيام من ولادة البنت التانية. وريجينا لما راحت المستشفى كانت خايفة لأن كان عندها بنت ماتت سنة 1975 وكانت أصغر بنت عندها وهي الطفلة فيفيان، كان عندها عيب في القلب وماتت وهي عندها 6 أسابيع. We were on the road and Vivia actually passed away. فكانت ريجينا تويج وهي في المستشفى متوترة وبتتمنى إن بنتها الجديدة تكون بصحة كويسة. في البداية عرفت إن بنتها صحتها كويسة وده خلاها ارتاحت، وفي يوم وهي في المستشفى قامت ريجينا تتمشى ولفت نظرها إن في أوضة فيها مريضة واحدة بس في قسم الولادة كله، وشافت الأم حزينة ومكتئبة وحضنة طفلها وبتهزه. سألتها جبتي إيه؟ قالت لها بنت، وبعدها بصت بعيد وواحدة من الممرضات أخدت ريجينا عشان توصلها لأوضتها وقالت لها إن الست دي قصتها حزينة جدا. ومع إن ريجينا كانت بترضع بنتها كل 4 ساعات يعني شافت بنتها كذا مرة، ولكن في اليوم الثالث عطتها الممرضة الطفلة، ولكن ريجينا حست إن البنت دي مش بنتها، فهي كانت مزرقة وباين إن صحتها مش كويسة عكس الأول، ده غير إن لون بشرتها كان أغمق من بنتها. ولما قالت للممرضة على شكها ده بإن البنت دي ممكن تكون مش بنتها أكدت لها إن دي بنتها، ولكن هي متوترة شوية وإن ده تأثير بعد الولادة. وتقدر تشوف الاسم المكتوب على الأسورة حوالين إيد البنت وكان مكتوب عليها تويج، يعني المفروض إنها بنتها. وحتى لما قالت لجوزها إرنست تويج على شكها ده هو كمان ما صدقش كلامها وما اهتمش بالشك أصلا، لأنه ما كانش متخيل إن حاجة زي دي ممكن تحصل في أي مستشفى. وتاني يوم جالها دكتور بالمر وقال لهم إنهم عارفين إن كان عندها طفل مات بسبب مرض في القلب، وإن الطفل ده كمان بيعاني من مرض في القلب. لما عرفت كده بدأت تعيط وتصرخ في المستشفى، وقال لهم إن البنت بتعاني من حالة قلبية حادة وإنهم مش متوقعين ليها إنها تعيش أكتر من أسبوع. وأخدوا البنت وخرجت معاهم من المستشفى وربوها على إنها أرلينا تويج. وعدى 10 سنين لحد ما عرفوا إن الأطفال كانوا اتبدلوا في المستشفى، بس عرفوا إزاي وإيه اللي حصل للبنتين خلال الفترة دي ده اللي هنتعرف عليه دلوقتي. كل عيلة خرجت من المستشفى ومعاهم بنت العيلة التانية وربوهم على أساس إنهم أطفالهم. بوب وباربرا ماي كانت معاهم بنتهم الوحيدة كيمبرلي، فهي كانت بنت وحيدة لعيلة غنية جدا عندهم أملاك متوزعة على طول البلاد. والعيلة التانية عيلة ريجينا وإرنست تويج كان عندهم 6 أطفال من ضمنهم أرلينا، وكانت عايشة في عيلة مستواها المادي متوسط. ولما خرجوا من المستشفى دكتور بالمر قال لهم إنها لازم تروح مستشفى متخصص في أمراض القلب للأطفال. وأرلينا كان عندها صمام واحد بس اللي شغال من ال4، ولقوا إنها مصابة بالتهاب رئوي وإنهم لازم يدوها علاج 3 مرات في اليوم، وعرفوهم إنها هتحتاج رعاية خاصة طول حياتها وإن حياتها معتمدة على مدى رعايتهم بصحتها وعلاجها. وبعد 18 شهر من الولادة تعبت باربرا ماي وتشخص مرضها بالسرطان وكان في المرحلة الرابعة. وبعدها بفترة قصيرة جت اتصال غريب لريجينا تويج من واحدة قالت لها مدام تويج ممكن تكوني مش فاكراني ولكني خلفت بنت في نفس الوقت اللي خلفتي فيه بنتك في مستشفى هاردي التذكاري، وإني بفكر إنه هيكون لطيف إننا نجمع أطفالنا ونخليهم يلعبوا مع بعض. ريجينا استغربت من الطلب الغريب ده لأن ده مش طبيعي يحصل إن 2 لمجرد إنهم ولدوا في نفس الوقت في نفس المستشفى إن أطفالهم يبقوا أصحاب أو يتقابلوا. بس وافقت على طلبها وعطتها عنوانها، ولكن اللي اتصلت ما جاتش.
ولكن بعدها بفترة شافت ريجينا عربية غريبة واقفة قدام بيتها، وكان عندهم بلكونة صغيرة ووقتها كانت بتلعب فيها إرلينا. فضلت العربية واقفة فترة قدام البيت. في الأول بصت ريجينا أكتر من مرة على العربية، وبعدها فكرت إنها ممكن تكون الست اللي اتصلت بيها وإنهم ممكن يكونوا عايزين يدخلوا، فخرجت علشان تكلمهم. ولكن العربية مشت على طول أول لما خرجت، ووقتها ريجينا ما فهمتش هو إيه السبب. ولكن بعد سنين المكالمة دي كانت السبب في حل اللغز الغريب. ماتت باربرا ماي في مارس سنة 1981، وكانت كيم ما كملتش 2.5 سنين. بالنسبة لأرلينا كانت طفلة جميلة ورقيقة، وكان بيحبها أبوها وأمها وأخواتها، وكانت بتحاول عيلة تويج توفر لها كل احتياجاتها ويراعوا صحتها الضعيفة. وكانت بتقضي وقتها في الحاجات اللي ما تكونش مجهدة ليها، زي الرسم واللعب بالعرايس زيها زي باقي البنات في سنها. ولما يكون الجو كويس تلعب مع اخواتها بره، بس ما تقدرش تجري او تركب العجلة لمدة طويلة زي باقي اخواتها. وكان عندهم شجرة كبيرة كان نفسها تتسلقها زي اخواتها، بس للأسف ما كانش ينفع بسبب مرضها. ولكن لما الجو بيكون حر ما كانتش بتقدر تخرج من البيت. وفضلت حياتها كده لحد ما وصلت 9 سنين، وصحتها بقت أضعف، والدكاترة قرروا إنها لازم يتعمل لها عملية قلب مفتوح علشان تقدر تعيش حياة طبيعية زي إخواتها وتقدر تلعب معاهم، وإنها لو ما عملتش العملية دي ممكن تموت. وبدأت التجهيزات للعملية، واتعمل لها فحوصات اكتشفوا منها إن فصيلة دمها بي بوزيتيف. ووقتها اتقال لهم إن استحالة دي تكون بنتهم، لأن الأب والأم فصيلتهم أو، فإزاي أب فصيلة دمه أو بوزيتيف وأم فصيلة دمها أو نيجاتيف تكون بنتهم فصيلة دمها بي بوزيتيف؟ ده غير ان فصيلة دم البنت في تقرير المستشفى وقت الولادة كان او بوزيتيف. وقتها طلب منهم الدكاترة يعملوا تحليل حمض نووي DNA علشان يتأكدوا اذا كانت البنت فعلا بنتهم ولا لا. ولما عملوا التحليل اتصدموا من النتيجة، البنت فعلا مش بنتهم. وقتها ريجينا بدأت تفكر في كل حاجة حصلت في المستشفى، وعرفوا انهم المفروض يدوروا على بنتهم اللي ضاعت منهم من زمان، بس في نفس الوقت هم بيحبوا أرلينا وهيفضلوا يحبوها، وإنهم لازم يركزوا معاها الوقت ده علشان العملية اللي هتعملها، فهي عملية خطيرة، عملية حياة أو موت. وعملت أرلينا العملية ونجحت وخرجت منها بالسلامة، ولكن جسمها الضعيف ما استحملش المضاعفات اللي حصلت بعد العملية وماتت. Until she was gone. Surgery itself was a success, but because her kidneys failed, she just didn't make it. وقتها زعل عليها الأم والأب وإخواتها وفضلوا يحبوها وزعلانين عليها، وهي ماتت يوم 23 أغسطس في نفس اليوم اللي ماتت فيه أختها من 13 سنة. وبسبب حزن ريجينا على بنتها اللي ربتها وماتت قررت تدور على بنتها الحقيقية. فكرت فين بنتها اللي خلفتها، إيه اللي ممكن يكون حصل في المستشفى. فهم عرفوا إن كده المستشفى عطتهم البنت الغلط، بس فين بنتهم وإيه اللي حصل لها وليه حصل كده أصلا. وعيلة تويج أجرت محقق راجع سجلات مستشفى هاردي التذكاري، وعرفهم ان اتولد بنت تانية بيضة في نفس الاسبوع في المستشفى، وان البنت التانية هي كيمبرلي ماي. وراح المحقق لبوب ماي قال له ان عيلة تويج بتدور على بنتهم، وانهم عايزين بس يعرفوا مكانها فين ويعرفوا هل هي عايشة سعيدة ولا لا. بس الاب بوب ماي استغرب ايه علاقته بالموضوع ده، ولما طلب منه تحليل دم للبنت عشان يأكد له ان البنت دي مش بنته ما عجبهوش الكلام وكذب الموضوع من بدايته. ولكنه اتصل بالمحامي بتاعه وقال له انه مستغرب من الموضوع ومش متخيل ان الكلام ده ممكن يكون حقيقي. وطبعا عيلة تويج كملوا اجراءاتهم وطلبوا من المحكمة يتعمل تحليل DNA، وفي النهاية نفذ امر المختصين بعمل تحليل DNA للتأكد من نسب البنت له. ووقتها اكتشف ان كيم مش بنته هو وباربرا ماي، واستخدموا معاه جهاز كشف الكذب علشان يعرفوا هل كان يعرف بموضوع تبديل البنتين ده ولا لا، ولكنه نجح فيه. والمحامي بتاعه أقنع الإعلام بأن الأب ما كانش يعرف بموضوع تبادل البنتين وقت الولادة. ولكن الأم ريجينا كانت مصرة أن التبادل ما كانش خطأ طبي ولكنه خطة مقصودة، وأن التبديل ده حصل بمعرفة الأب والأم وناس تانية من العيلة وبعض اللي شغالين في المستشفى. فهي متأكدة، وخصوصا بسبب المكالمة اللي جات لها من باربرا قبل ما تموت، فهي متأكدة أن باربرا كانت عارفة بموضوع تبديل الأطفال، وخصوصا أن باربرا من الأول كانت عارفة أن بنتها هي المريضة. ولكن بوب ماي ما كانش مهتم بنتيجة DNA ولا مهتم يعرف مين أبوها وأمها الحقيقيين، كل اللي يعرفه إن دي بنته اللي رباها وهتفضل بنته. وفضلت عيلة تويج مقتنعة بأن الدكتور أرنست بالمر الدكتور الممارس في مستشفى هاردي التذكاري في الوقت ده هو اللي أمر الممرضات اللي شغالين معاه وقتها بتبديل شريط تعريف الطفل اللي بتبقى مربوطة على إيده وفيها اسمه ولقب عيلته، وإنه بدل الطفلتين لأنه كان متعاطف مع باربرا اللي عانت سنين طويلة علشان تخلف طفل،
وفي الآخر تخلف طفلة مريضة ومش متوقع لها إنها تعيش كتير، وبعدها تدخل في حالة اكتئاب. ولكن عيلة تويج عندها أطفال كتير وصحتهم كويسة. منطق غريب من الدكتور لو فكر بالشكل ده، وممكن تكون الأم وقتها هي اللي اقترحت عليه الاقتراح ده. والمشكلة إنه لمدة طويلة ما اعترفتش المستشفى بأي خطأ من الدكتور في أي حاجة تخص القضية، ولكن اترفع عليه قضية من العيلتين اللي اتضرروا من اللي عمله، ووصلوا لتسوية بملايين الدولارات. ورجينا تويج قررت تحارب علشان تستعيد بنتها وتبدأ علاقة جديدة معاها مع معارضة الأب الغني ده غير إنه اتهمهم بالتطفل على حياته هو وبنته، وإنه عايز يقطع أي تواصل لهم معاها. والسبب إنه قلقان من الصدمة العاطفية اللي هتحصل لنفسية بنته من المقابلات دي. واللي كانت دايما بتدافع عن موقفه هي مراته التالتة دارلينا، بإنه أب حنين ومهتم ببنته ومصلحتها. ولكنه في الآخر رفض أي زيارة أو تواصل بين كيم وعيلة تويج، وكانت حجته حالتها النفسية وإن درجاتها الدراسية بدأت تقل، وإن علاقتها بيه وبمراته ما بقتش زي الأول بسبب انشغالها وتأثرها بالزيارات دي، واللي هي كانت أصلا 5 زيارات بس، وكمان متسجلين فيديو، وكانت كيم فيهم بتضحك وتلعب وسط اخواتها. وحصلت مشاكل بين العيلتين بسبب الزيارات. ولكن لما وصلت كيم ل 14 سنة قررت تقطع علاقتها بعيلتها الحقيقية، وده قرار هي ندمت عليه بعد كده، لأنها كانت اتعرفت على عيلتها الحقيقية وكان جواها مشاعر ليهم، ما قدرتش تتجاهل المشاعر دي مع الوقت. وفي نفس السنة اللي قررت فيها كيم تقطع علاقتها بعيلتها الحقيقية، كانت باتسي ويب الممرضة العجوزة اللي كانت بتشتغل في مستشفى هاردي التذكاري قبل كده على فراش الموت، وضميرها كان بيعذبها بسبب اللي خبته طول الفترة دي، هي و2 أو 3 من اللي شغالين في المستشفى في الوقت ده. اعترفت باتسي لابنها بأنها انتبهت لأمر التبديل، وإن المتورطين قاموا بتبديل اسورتين التعريف بين الطفلتين، وإنها فضلت السكوت بسبب خوفها وقتها من خسارة وظيفتها وتأمينها الصحي الجيد لو ما سمعتش الأوامر الدكتور بالمر. والقضية وقتها جذبت اهتمام الرأي العام، ولكن بوب ماي قدر يقلب الرأي العام، فبدل ما الرأي العام مع عائلة تويج اللي بنتهم عايشة مع أب غير أبوها خلاهم يبقوا في صفه، وكان بيحاول يظهر بأنه الأب اللي بيحاول يحافظ على عيلته، وإن عائلة تويج هي العيلة الشريرة القاسية اللي عايزة تاخد البنت حتى لو كانت بنتهم من الشخص اللي رباها، وإنهم لو مهتمين ببنتهم هيسيبوها تعيش زي ما هي طالما ده الأفضل ليها. فكان تفكيره إن المهم الأفضل مش مهم هي عايشة مع أبوها ولا مع واحد يعتبر غريب عنها حتى لو كان هو اللي ربوها، هو في الآخر مش أبوها. كان بيحاول بوب ماي إنه يخلي ريجينا تستسلم وما تفكرش في بنتها تاني، بس ريجينا عاشت بطريقة تخليها استحالة تستسلم. فكانت ريجينا بنت من عيلة فقيرة، أمها كانت بتحبهم لكن أبوها كان قاسي جدا، وكان بيعامل أمهم معاملة وحشة، وما كانش راجل يعرف يتحمل مسؤولية عيلته، واتهم مراته بالجنون ودخلها مستشفى الأمراض العقلية مع إنها ما كانتش مجنونة. وبعدها ودع عياله اللي هم ريجينا وأخواتها لدار أيتام، وهم هناك كانوا بيحاولوا يبقوا قريبين من بعض، مع إن الدار كان بيفصل البنات والولاد، ولكن كانوا بيقابلوا بعض لما يطلعوا الجنينة مع إن كان بيبقى في حاجز ما بينهم. وبدأ إخواتها ياخدهم نسل التبني لحد ما في عيلة اتبنتها وغيرت اسمها من ماري لي لرجينا إيريس. وبعد ما اتخرجت من الكلية سابت بيت العيلة اللي اتبنتها وبدأت حياة مستقلة، وبدأت تدور على إخواتها لحد ما وصلت في الأول لأخوها وبعدها لإخواتها التوأم، وفي النهاية وصلوا لأمهم وطلعوها من المصحة العقلية. ولما ريجينا بقى عندها 26 سنة اتجوزت إرنست تويج، وبسبب إنها فقدت أخوها وإخواتها وأمها لما اتجوزت قررت تعيش علشان عيلتها، فهي كانت مصممة إنها تكون أحسن أم، وعلشان كده ما كانش ممكن تسيب بنتها. ولكن المشكلة إن بوب ماي كان متمسك هو كمان ببنته، وعيلة تويج كانوا مقتنعين إن بوب ماي هو اللي كان ورا تبديل الأطفال. ولكن لما اتسألت كيم أي عيلة هي حاسة إنها بتنتمي ليها بين العيلة اللي ربتها والعيلة اللي اكتشفت إنها عيلتها الحقيقية، قالت إنها ما تقدرش تعتبر أي واحدة منهم عيلتها، وإنها طول الوقت حاسة إنها مش بتملك أي عيلة أصلا. فهي فقدت والدتها باربرا حتى قبل ما تعرفها، وكانت بتحسب إن مرات أبوها التانية ساندي تينر هي أمها لحد ما كملت 6 سنين، وأبوها عرفها إنها مرات أبوها مش أمها، وإنها كانت بتشتغل موظفة استقبال في المركز المختص بعلاج السرطان اللي ماتت فيه أمها. وانفصل أبوها عن ساندي وارتبط بالتالتة دارلينا واللي فضلت علاقتها بيها كويسة. ومع تسلط أبوها قدرت كيم تهرب من البيت كذا مرة. في مرة منهم راحت مركز رعاية اجتماعية علشان تطلب منهم إنها تعيش مع عائلتها الحقيقية تويج، وكانت وقتها عندها 15 سنة، وعاشت معاهم حوالي 2 سنين، وسابت البيت وبعدها اتجوزت جوزها الأول وخلفت منه ولد. ولكنهم اتطلقوا، جوزها أخد الولد يعيش مع عيلته، لأن كيم ما كانتش كبيرة كفاية ولا حتى ظروفها كويسة تقدر تراعي طفل صغير، وعانت من مشاكل مالية بسبب تورطها في عقد
بيمنعها من الحصول على أموال التسوية اللي كسبتها من قضيتها ضد المستشفى إلا لما يوصل سنها ل70 سنة. واتجوزت بعدها مرة تانية وخلفت 5 أطفال تانيين، ولكن حياتها كانت متلخبطة بين أم ما تعرفهاش و3 ربوها، واحدة منهم أمها اللي خلفتها. صدمات كتير مرت بيها، وبعدها موت أبوها اللي رباها بوب ماي، رجل الأعمال العبقري والشخصية اللي فرض شروطه عليها لفترة طويلة من حياتها لحد ما اتقطع تواصلها معاه قبل موته بفترة. وبتحاول إنها ما تزعلش على اللي فات أو تغضب على اللي حصل وتكمل حياتها، ولكن مش بيغيب عن تفكيرها أرلينا اللي كانت هتبقى في نفس عمرها وصديقة ليها، هتحس بيها بسبب ظروفهم المتشابهة، ولكن الحياة كانت قصيرة جدا معاها. وبالنسبة للسبب اللي خلاها سابت عيلتها الحقيقية، إنها كانت حاسة إن إخواتها شايفين إن أمهم مهتمة بيها، وكان في دايما مشاكل وخناق، بس ممكن تكون حست بده بسبب إنها كانت عايشة طفلة وحيدة، يعني الاهتمام كله بيها لوحدها. ففكرة إنها تكون بنت ليها أكتر من أخ وأخت والأم بتراعي الكل، وإن في خلافات بينها وبين إخواتها، ومع إن ده طبيعي بين الإخوات عامة، بس هي كانت وحيدة ما تعرفش غير إن كل حاجة عايزاها بتحصل، وإن يكون في مشاكل أو خلافات بين الإخوات ما حستش بيها قبل كده. وكده خلصت قصتنا النهاردة عن قضية من أغرب القضايا، وهي تبديل الطفلتين كيم وأرلينا. بس تفتكروا الأب بوب ماي كان عارف بموضوع التبديل ده ولا لأ؟ وهل ممكن الأم تضحي بابنها أو بنتها علشان مريض وهي عايزة طفل سليم؟ وهل في مسلسل العتاولة أخدوا فكرة تبديل الأطفال من القصة دي؟ عرفوني رأيكم في التعليقات، ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا برضو في التعليقات. شكرا على المشاهدة، مستنية آرائكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول.